السلام عليكم. هنعمل مع بعض البيتزا بكل سهولة. بس لو أول مرة تشوفني انزل اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنسمي الله ونبدأ الوصفة بتاعتنا تكون من حليب وبيض وسكر وخميرة وملح وبيكنج باودر. هنسمي الله وننزل بالحليب، كوباية من الحليب، وهننزل بالفانيليا تقريبا معلقة ونص من فانيليا، معالق صغيرة. وبعد كده هنحضر معانا البيضة بتاعتنا ننزل بيها. أهم حاجة تبقى بيضة بحرارة الغرفة، ويا ريت الحليب بتاعنا يكون دافي، يكون أفضل في البيتزا. المكونات بتاعتي هتبقى معلقة من السكر كبيرة، ومعلقة من الخميرة كبيرة، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، ورشة ملح، رشة ملح صغيرة. وندوب كله كويس. وبعد كده هننزل بالدقيق. تقريبا الدقيق بتاعنا هيبقى حوالي كوبايتين من الدقيق، يعني الكوباية حليب تحتاج معايا كوبايتين من الدقيق. وعلى حسب الدقيق اللي احنا بنستعمله، ممكن الدقيق اللي احنا بنستعمله يكون مختلف عن بعضه. انا بتكلم على الكوباية بتاعتنا اللي في البيت، كوباية معيارية. كوباية الحليب هتحتاج معانا كوبايتين من الدقيق. وهنقلب معانا كويس. اهم حاجة نخلي العجينة بتاعتنا متبقاش ناشفة، تبقى طرية على قد ما نقدر. نخليها طرية نخليها طرية عشان تطلع معانا البيتزاية مظبوطة، تدينا الطراوة اللي احنا محتاجينها في البيتزاية بسبب العجينة. شايفين العجينة معايا في ايدي عاملة ازاي؟ دي طبعا بعد العجينة حوالي 5 دقايق 7 دقايق. طبعا هغطي عليها دلوقتي واسيبها تخمر، تاخد لها تقريبا حوالي ساعة تكون جاهزة معايا. طبعا ده العجينة بعد ما خمرت معايا هبدأ أشكلها. دي تقريبا تعمل معايا بيتزايتين، ناخد منها قطعة ونعمل البيتزاية بتاعتنا. هنبدأ نفرد العجينة بكل سهولة، هتتفرد معانا. كل ما تكون طرية معايا تتفرد معايا بسهولة. هبدأ أشكل العجينة بتاعتي، أطلع أحلى بيتزاية من العجينة بتاعتنا. البيتزا سهلة وبسيطة يا جماعة، ولكن أهم حاجة نمشي على المقادير المظبوطة عشان تطلع معانا بيتزاية مظبوطة وعلى مزاجنا، وأحسن من اللي بنجيبها في المطاعم. ولكن المقادير مهمة جدا، وإن احنا نخلي العجينة تخمر دي أهم حاجة. والأهم من كده بعد ما نخلص البيتزا إن الفرن بتاعنا يكون مسخنينه مسبقا على درجة حرارة قبلها بربع ساعة، قبل ما ندخل البيتزا بربع ساعة. احنا هنا بنعمل الحرف ده في البيتزا عشان خاطر الجبنة متلزقش في الطاسة بتاعتنا، وفي نفس الوقت عشان نضمن المكونات كلها لما الجبنة تسيح تكون جوه البيتزاية. هنفرد الصلصة بتاعتنا، هنسيب تقريبا حوالي 2 سنتي على جنب العجينة، منحطش عليهم صلصة عشان لو حطينا صلصة على العجينة بتاعتنا كلها هتحرق مننا. بعد كده هنزل بجبنة رومي بعد ما فردت الصلصة بتاعتي كويس. هنزل برشة جبنة رومي، يعني فردة كده محترمة. وبعد كده هنزل بشوية جبنة شيدر، طبعا ده على حسب ما انتوا بتحبوا الجبنة ازاي. وبعد كده هنزل بالجبنة موزاريلا. طبعا اللي عايز البيتزا بتاعتنا النهاردة هتبقى مشكل جبن. اللي بيحب مطة كبيرة في البيتزاية ممكن يعملها موزاريلا بس، ببلاش الرومي وبلاش الشيدر. وهنا بعد ما فردت البيتزا بتاعتي جبنة رومي والشيدر والموزاريلا، هبدأ أشكل لها شوية خضار على حسب ما انتوا بتحبوا. فلفل، طماطم، اللي ميحبش فلفل ما يحطش، ميحبش طماطم ما يحطش، تحب زيتون تحطه، كل واحد على حسب رغبته. هنا أنا حطيت فلفل وطماطم، الزيتون ما عنديش رغبة فيه. طبعا الفرن بتاعنا سخن، قبلها بربع ساعة هندخل البيتزاية. ده كان طبعا الشكل النهائي. طبعا احنا بنختصر لكم الفيديو عشان ما نطولش عليكم. عملية البيتزا يا جماعة عملية سهلة وبسيطة خالص، ولكن أهم حاجة الفرن بتاعنا. أهم حاجة الجبنة بتاعتنا ما نكونش مطلعينها من الفريز مجمدة ونشتغل بيها، تطلع معانا البيتزا مظبوطة وكويسة. يا ريت لايك وشير للفيديو عشان يوصلك كل جديد. البيتزا هنا عالم المعجنات كله عالم سهل وبسيط، ولكن بحتاج معانا المقادير المظبوطة عشان تطلع معانا البيتزا المظبوطة.
كل ما تبقى مقاديرنا مظبوطة في الآخر بتطلع معانا الشكل اللي احنا عايزينه والقوام اللي احنا عايزينه. وهنا تشوف المطة بتاعتنا عاملة ازاي، مطة مظبوطة ومية مية، رغم ان احنا حطينا روم وشيدر. بس لو احنا محطناش روم وشيدر هتلاقي المطة احسن من كده كمان. ليه؟ لان